يعني كان الخوف من الآخرين لهم من السلطة الدينية إنه المكان ده سيستخدم للبدع والشرك ويسبب فتنة وكذا، حتى كانوا يرغبوا في إزالته. إزالته بمعنى تدمير الموقع بالكامل إزالته. ولكن اللي سويته اللي علي أنا سويته، رفعت المكان، درسته، تدرجت فيه إلى أن وجدت فعلا أن المبنى من العصر العباسي واضح، الطبقة العباسية. نزلت أكثر وجدت أنها تتعدى وتصل إلى مباني بدائية ما تقل عن 1400 سنة. هذا هو بيت الرسول أو لا؟ طبعا كل الكتب ذكرت دائما الأزرقي، أنه الأزرقي بيذكر أنه معاوية رضي الله عنه اشترى من عقيل وضمه إلى دار أبو سفيان واتخذ فيه مسجدا. فوارد من الأزرقي مرورا بكل الكتب إلى البتنوني وصف. طيب. وهذا البيت أكيد ليش نصدقك؟ أولا الشواهد التاريخية من أو الكتب تذكر الكلام ده، أهل مكة عارفين الكلام ده، التواتر، الصور اللي أخذتها، السجلات اللي أخذتها، وعندي بعض الأشياء اللي إذا اضطر الأمر توضح أكثر. وأرجو أن يكون المكان ما زال موجود. شنو هو وضع الحال المكان؟ هو بعد 40 يوم بعد ما كشفته والصور صورت الموقع، أنا سويت اللي هو ممكن أسويه، إنه يعني حطيت فيه رمل بحيث إنه لا يؤدي إلى تفكك المكان. هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرف عن علم الآثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات، ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة حمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف نعم.